أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لتقل نحن بغلونا وتلونا غلونا في دين الله والتشديد فيه، وبين تلونا بين تركنا له كليا، حتى أصبح الناس يتخبطون، منهم من يريد الأعدام ومنهم من لا يريد الأعدام. غلو وتلو، غلو في الدين، تشدد وإجرام وبين التلو بين العار والشنار أو العار والشنار. بين العار والشنار، غلو وتلو. فلا تيأسوا من رحمة روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم خاسرون، الكافرون، الضالون. خسر الدنيا والآخرة. هي رسالة محبة وأخوة، هي رسالة للأمة. هي رسالة للأمة. على أن الذين سيتحفزون لسماعها وينشطون من كلامها هم قلة قليلة، لأن تفيد الطلاب، تفيد الباحثين، تفيد. فلا تيأس من روح الله. لا تقل تقدموا علينا ولن بلغوا، لم يبلغوا منتهى العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما تكتشف قليل. لو اكتشفت كل علوم الدنيا العالم المخفية الغيبية كالكهرباء التي جاءت من الغيب ثم أصبحنا نراها اليوم ولم نقدر أن نتحكم في اتجاهها بعد، لكن كل هذا كيف أقول لك، كل هذا مستطاع. كل هذا من علم الدنيا. كيف تخرجها من الغيب، كيف توريها لنا هذه الكهرباء، ثم بعد ذلك من الغيب الكهرباء كيف تتحكم في اتجاهها. كل ما يبلغه العقل لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. حديث صحيح، وإن لم يصح عن النبي فإنه من البيت. ولو تعلق قلبه ولو تعلق بالعرش ولو كان وراء العرش. كل هذا علم بسيط قليل. العلم كله عند الله، الله أعلم كيف. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خطر يعني كل عين رأت علم، كل أذن سمعت علم، ما خطر على قلبي ولا خطر على قلب أحد علم يخطر ببالك كذا فتحوله. لهذا نرى الصور ديزني لاند غيرها، ال 3 ديمنشن، المسلسل، كل ما يتخيله العقل يستطيع أن يقوم بجعله حقيقة. فإياك أن تيأس من روح الله. إياك أن تيأس من روح الله إنه لا ييأس من قليل من العلم. مثلا صبغ اللحية، مثلا تصبغ لحيتك، أو تصبغ المرأة شعرها، مثلا تخدب شعرها وتخدب، أو يخدب الرجل لحيته.
أتوا بشعر اشتروه من الهند، لأن الهند فهناك معابد شركية، نصرة الآلهة بشعوركم، انصروا الآلهة بشعوركم، الآلهة سترضى عليكم إذا أعطيتم شعوركم. فتذهب هذه الشواعر، فتذهب هذه الشواعر، كل هذا الشعر أو الأشعار أو الشعور، فتذهب كلها، ليس أشعار لأن العرب اتفقوا أن الأشعار على القصائد، الشعور أو الشعائر. حتى الشعائر بقى جاء الدين واقتضبها لنفسه، فنقول شعور أو شواعر. ثم يقومون، قسموا العلم، قسموه أبواب: البحث الكيميائي في الفلاحة والزراعة، البحث الكيميائي في الجيولوجيا بصفة عامة، الآثار، التنقيب، كل شيء. ومقسم هذا إلى ديبارتمنت، إلى ديبارتمون، يعني زي ما بنقول كده بالمصري مراكز. مركز جيولوجي المختص في كذا، المركز التابع للجيولوجيا المختص في الآثار، المركز مركبات. قسموا العلم، البحث العلمي. كل ما تقسم أكثر تستطيع أن تركز أكثر، لكن الإنفاق أكثر فقط. كل ما تقسم أكثر العلم، كل ما تفكك العلم أكثر، كل ما أسرع، ولكن أكثر تكلفة، لأنك ستشغل عمل أكثر، ومواد ما تذهب هباء أكثر. فلا تيأسوا من روح الله. لم يبلغوا كل العلم، لم يبلغوا كل العلم، لم يصلوا إلى كل العلم. تستطيع أن تلتحق بهم، وأفضل شيء أن تبدأ من حيث وقفوا، ثم تتفكر فيما قالوا. في الصناعة تبدأ بما بلغوا إليه، من حيث انتهى الناس. ثم لتطور علمك تنتقد علمه، تنتقده، فإذا انتقدته وجدت ما يصلح وما لا يصلح باتباعك الحق. هذا قول حق، هذا قول باطل. فلا تيأسوا من روح الله. قل يا عباد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلا تقنطوا من رحمة الله. أن تستطيع بعون الله. ثم كما يقول المثل: يلي ماله ماشية والله كبي. فإياك أن تتكل على نفسك وتتكل على الله، واسند الأمر كله لله. ثم اسند الأمر كله لله، وقل إنما أوتيته على علم من عند الله. قلها: من عند الله، وما أوتيته من عندي، كما قال قارون في القرآن، قال: إنما أوتيته على علم عندي. بل هو فتنة لينظر الله عز وجل أيشكر أم يكفر. لهذا تفطن لها داود حين قال: لتبلوني أشكر أم أكفر. داود فهم الملك والعز والجبال والتسخير الأرض وتسخير الرياح والملائكة وكل ذلك النعيم في الدنيا،
فهم أنه ليشكر ويكفر. اشكر، لن تخسر شيء، اشكر، انسب الأمر لله. دعك من هويك ومن كبرك والإيجو. يعني من الله، أنا إنسان بسيط، دعها لله، دعها لله. وبشارة ما تواضع عبد لله إلا كما تواضع الله، كما تواضع لله رفعه الله. كل ما تتواضع أكثر كل ما يرفعك الله أكثر. لن تخسر شيء، تشكر أم أكفر. هناك إله أجل، أنت الله، أنت أفضل مني، أشكر. ثم قل علم وعلم لي لوجه الله، ليس ليقال فلان متعلم أو فلان كذا، لله. الأجر اللي في الدنيا والآخرة، يعني حمد الناس ذلك لا يهمك، تريد أكثر من ذلك، طموحك أكثر. ثم في الآخرة طموحك أكثر، تربح. لماذا تضيق واسعا؟ تضيق واسع. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، والسلام على من اتبع الهدى.